ان هناك فوزي لقجع، طبعا الاستاذ فوزي لقجع او كابتن فوزي لقجع ده اقوى راجل في افريقيا بقاله 3 سنين وبنشيد بيه. طب انت ما كنتش ليه بتزعل لما احنا بنشيد بيه؟ لما غير في المنتخب، ولما غير في نهائي افريقيا في الكونفدراليه وخد البطوله عنده، ولما غير السنه اللي فاتت وخد البطوله عنده النهائي، ولما غير في المنتخب وجاب الركراكي اللي هو راح معاه النهارده. كل الحاجات دي مش عايزنا نخاف، او مثلا نلفت نظر المسؤولين في النادي الاهلي لان في كانت مشكله بينه وبين تسيمبا ده ولا اسمه ايه اللي حكم ده؟ بملك تسيما. يعني اما نلفت نظر الناس ونقول لهم، لان دي مصر وده النادي الاهلي وبيلعب باسمنا وباسم مصر. فلما نقول للناس خلي بالكم ان هناك اقوى راجل في افريقيا من 3 سنين، ايه العيب فيها؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو جديد غادي نشوفوا فيه واحد المحلل رياضي مصري واللي غادي يتهم فوزي لقجع بطريقه مباشره بانه كيخطط باش يمنح فريق الوداد البيضاوي الفوز في المباراه النهائيه من دوري ابطال افريقيا. هذا المحلل المصري غادي يوصف فوزي لقجع بانه اقوى رجل حاليا داخل الاتحاد الافريقي، وغادي يشكل خطر كبير على فريق الاهلي المصري لانه عنده تاثير كبير على حكم المباراه الاثيوبي باملك تسيما. نتمنى تتفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير وتشاركونا الراي ديالكم كالعاده بتعليق في الكلام اللي قال هذا المحلل المصري. بالنسبه للاخوان ديالنا اللي اول مره كيشاهدوا القناه كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا الجديد ديالنا دائما. هل انت شايف ان نتيجه مباراه الذهاب هيكون لها تاثير على مباراه العوده بشكل كبير على لاعيبه النادي الاهلي ولا لا؟ طيب قبل ما نبدا ونتكلم عن الماتش طبعا عايز اوجه رساله للصحفي المتميز منعم بالمقدم. انت اتنفضت وزعلت قوي لما انا قلت ان هناك فوزي لقجع، طبعا الاستاذ فوزي لقجع او كابتن فوزي لقجع ده اقوى راجل في افريقيا بقاله 3 سنين وبنشيد بيه. طب انت ما كنتش ليه بتزعل لما احنا بنشيد بيه؟ لما غير في المنتخب، ولما غير في نهائي افريقيا في الكونفدراليه وخد البطوله عنده، ولما غير السنه اللي فاتت وخد البطوله عنده النهائي، ولما غير في المنتخب وجاب الركراكي اللي هو راح معاه النهارده. كل الحاجات دي مش عايزنا نخاف، او مثلا نلفت نظر المسؤولين في النادي الاهلي لان في كانت مشكله بينه وبين تسيمبا ده ولا اسمه ايه اللي حكم ده؟ بملك تسيما. يعني اما نلفت نظر الناس ونقول لهم، لان دي مصر وده النادي الاهلي وبيلعب باسمنا وباسم مصر. فلما نقول للناس خلي بالكم ان هناك اقوى راجل في افريقيا من 3 سنين، ايه العيب فيها؟ هو انا قلت لهم ان هو هيكسب او هيسيب الماتش؟ احنا بنقول على دلائل موجوده. ايه الدلائل دي؟ ان كانت من 3 سنين مشكله ايام ما كان ماسك رئيس نادي الوداد ضرب بملاك. ما حصلش؟ وانت قلتها امبارح. انا قلتها امبارح. حصل. واخد بالك؟ انت عندك الماتش اللي جاي. احنا طبعا كل ده بعيد عن الملعب، احنا بنتكلم عن الملعب حاجه وبره الملعب حاجه. تمام. ايه اللي هيخلي مفيش تدخلات؟ ان النادي الاهلي ينزل يجيب جون واتنين. خلاص، حتى لو عملوا لو الحكم بعد كده عمل اللي مش هيقدر يكسب النادي الاهلي. ده اللي احنا يعني بنلفت نظر المسؤولين في النادي الاهلي. زي ما انت خايف على بلدك انا خايف على بلدي. انا بحب بلدي. خلينا استنى بس. لا اصل بص، ده قال لك الفتنه ومش الفتنه المره اللي فاتت مع فاروق، وفاروق رد عليه شويه بشكل يا حبيبي ماشي، عشان هو عارف ان احنا وضح الامور بشكل كويس. طب صلى على النبي. انا معاك هنا. يعني مع فاروق في الاستوديو التحليلي. مين اكتر محلل ادى حق فرقه الوداد حقها؟ العبد لله. كله بيقول لك في ضربتين جزاء، انا الوحيد اللي طلعت قلت مفيش ضربات جزاء. حصل. ما انا بقى لو ان انا بطبل زي ما الناس بتطبل اطلع اقول لك لا وفي ضربتين جزاء ولا لو انا عايز ارضي جمهور النادي الاهلي، واخد بالك؟ وفي طرد بتاع الراجل اللي مسك الكرة في نص. لا ده انا قلت ان الاخطر كان الوداد. الاخطر والايجابي على المرمى واللي كان حقه ان كان يكسب، قلت فرقه الوداد. كرة في القائم، كرة من جنب القائم، انفراد شوبير طلعها ببراعه، وعشان كده قلت شوبير ياخد 10 من 10. يعني اذا هو انت سبت الكلام ده كله ومسكت في كلمه فوزي لقجع
اقوى راجل في افريقيا بقاله 3 سنين. شئت ام ابيت. ماشي. اي صحفي متميز هيسيب اي حاجه من اللي حضرتك اتكلمت فيها ويمسك في الحته دي. اي صحفي هو اشتغلها معاك صحافه، فبالتالي هو راح لحته فوزي الاقجع وراح للامور اللي حضرتك اتكلمت عليها، وانت من حقك على فكره تتكلم وتقول معلومات والكلام ده كله. لكن انا بقول لك انا عارف نوعيه الصحفيين اللي بيبقوا زي منعم بالمقدم كده، اللي هو بيزن على انا كان نفسي ابقى معاك وهو داخل. انت عارف لو اعرف ان هو داخل كنت هخش معاك بالاول. هو خلي بالك هو ممكن يدخل معانا دلوقتي عادي جدا لو انت لا لكن هو راجل خلي بالك ماشي خلاص. انا بص هو وصل هاتونا ياسر، هو وصل وجهه نظره وانا وصلت وجهه نظري ان في الاخر اللي في الاول وفي الاخر. وانت سمعته اتكلم عليك من شويه لا كنت بحلم. طب خلاص بقى يبقى ما تدخلوش. اخوك ياسر طالما ما سمع ياسر اخوك اللي قال لي خلي بالك الرضا ما سمعتوش وهو بيتكلم كويس. سمعت. طيب يبقى ما تقوليش لا خليه يتفضل يخش ونتناقش انا وهو على الهوا. زي ما هو بيحب المغرب قوي انا بحب مصر قوي، زي ما بتحب الوداد قوي انا بحب الاهلي والزمالك واي فريق في مصر قوي. اكيد طبعا ده طبيعي، لكن خلينا نتكلم ان هو من حقه كمان ومن حق اي حد زي ابو الدهب زي فاروق زي اي حد إسلام. من حق اي حد ان هو يقول وجهه نظر. ماشي طالما وجهه نظرك، بس ما تقولش ان في فتنه. يعني هو مع فاروق قالها قد يكون ماشي. فاروق رد عليه. هو راجل طلع من شويه دلوقتي قال لك ان احنا بنحترم رضا عبد العال، بنحترم. خلي بالك اكتر يعني الفتره الاخيره دي كل اللي بيبعت لي والله من ما جاوبتش على السؤال. لا ما نجاوب بقى. تانية بتقعد ترقص. بص وانت في الملعب بتقعد ترقص، وانت على الهوا بتقعد ترقص. عبقري. طب رقصني انت بقى. لا ما اقدرش. ماتش الاهلي والوداد والنتيجه والاحداث، ولا شويه لا الحكم، لا شويه لا عصام الشوالي، لا مش عارف اصل انا مش عارف ايه علاقه عصام الشوالي بالماتش يعني بالنتيجه، يعني ان ننتقده والكلام ده كله يعني غريبه جدا يعني. واحده بس. لا الحكم، لا مش عارف ايه الاحداث دي كلها. هل ممكن تبقى مؤثره؟ باذن الله ما تبقاش مؤثره على النادي الاهلي امام الوداد. طب هم سابوا كل الكلام ده ودخلوك في حاجات فرعيه. اولا عصام الشوالي هو اللي قال لك الوداد يجيب جون فيك. هو اللي اتاخر في التغييرات. يعني عصام الشوالي هو بيذيع قال لك يا كولر اتاخر في التغييرات. انتوا سايبين ليه الاساس وبتدوروا على ناس تانية تحملوها الفشل؟ يعني مش فشل، فرقه لا فشل. بص لا سيبك، ده فشل. لان 2-0 انت مبروك عليك البطوله. تمام انا بكلمك متفق معاك، بكلمك بمنتهى الامانه. بس مش فشل برضه. لا بلاش يعني فشل. في صعوبه. لا محدش ضربك على ايدك وانت كسبان وشاف ان فرقتك الشوط الثاني مش قادره تشيل رجليها في الملعب. امال انت بتاجل لي ليه؟ امال انت لو بتلعب ماتشاتك كنت عملت ايه؟ بتاجل ماتشات الدوري الاهلي. واخد بقى. ما انت بص ربنا عارفه بالعقل، وطبعا انا هنا لا بجامل ولا بنافق ولا بكامل. قول اللي انت بص يا حبيب قلبي، انت لعبت الرجاء هو بيلعب ماتشاته هناك وانت بتاجل لك هنا. المفروض انت تنزل تاكله هنا وهناك، ده الطبيعي لانك انت مرتاح اهو ومتاجل لك. في ميزه لعبت الترجي مفيش جمهور هناك، واخد بال حضرتك، وكسبت هناك، وتيجي هنا تكسب 1-0 بالعافيه. حصل؟ مع ان المفروض انت هناك كسبت 3 بقينا اقل حاجه 5 وبتلعب بنفس التيم وبنفس الفرقه صح؟ ما غيرتش حد. جيت في الماتش ده اللي هو زي ما بيقولوا عليه لم الغله بقى. لم الغله في ايه؟ ان انت حط كل امكانياتك في المباراه دي، حط كل الخلاصه بتاعه تفكيرك في المباراه دي. انت متاجل لك ماتشات صح؟ الوداد جاي لاعب مش عارف كان يوم الثلاث ولا زيك بالظبط. اما انت لعبت هنا واخد بالك، لانك انت جاي لازم تلعب ماتشين 3 عشان ما يبقاش الفتره كبيره بين ماتش الترجي وماتش مين؟
الوداد. فانت لازم تلعب ماتشين 3، ما حدش ضربك على ايدك وقال لك العب بالماتش الاخير بنفس اللعيبه اللي هي لعبت دول، اللي هو التشكيل الاساسي الماتش بتاع الوداد، واخد بالك. فانت يعني في ميزات عندك في المباراه دي، لازم من البدايه انا اخلص واخد بالك. انت الشوط الاولاني بمنتهى الامانه الوداد ما راحش الا بالكره اللي هي اتعملت طويله والراجل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كيف ما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا تفاعلتوا معه بشكل كبير. بالنسبه للاخوان ديالنا اللي اول مره كيشاهدوا القناه كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.